السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أحبائي الرياضيين، أهلا بكم وطلة جديدة من استوديو كأس العالم من قناتي محمد الأصبحي ملك القرآن. اليوم نتكلم تحليلي وتحليل أيضا بعض الرياضيين أحمد الطعان وزملائه في مباريات الأربع اللي جريت اليوم أيضا جريت 4 مباريات رهيبة جدا، وتفاجأنا في المنتخبات اللي كنا متعودين على مستواها، اللي كنا نطلب منهم يكونوا هذا المستوى. مثل المنتخب الإيراني اليوم، هذا هو المنتخب الإيراني اللي نعرفه في 2018 اللي قدم مستوى جميل في كأس العالم. واليوم أثبت المنتخب الإيراني أنه هو ند، لكن لا نعلم ايش سبب هزيمته أمام منتخب إنجلترا. المنتخب الإيراني لعب الشوط الأول والشوط الثاني، سيطر على اللعب تماما. منتخب ويلز ولا كان موجود. صراحة أبهرنا المنتخب الإيراني اليوم بالقتال وبالعزيمة. كذلك السبب هو الأول اللي خلى الهدفين يجي بسرعة، هذا الحارس يعني يلعب تيكوندو، هذا مش حارس مرمى. يعني خروجه غلط وموقفه غلط، ولاحظوا تسبب بهزيمة الفريق. بالفعل، هو تسبب الهدفين. لاحظوا بعد الوقت أيضا لعب دور. الوقت بدل الضائع لعب دور كثير، يعني الوقت كبير شوية. ولاحظوا الهدف الجميل الرائع، الهدف الأول حق المنتخب الإيراني، هدف جميل درس. كذلك الهدف الثاني بالمرتدة، استغلوا النقص اللاعب الويلزي، المنتخب الويلزي، وحسم المباراة. الآن بالذات في هذه المجموعة تعقدت الأمور. يعني شفنا المنتخب الأمريكي فاجأنا احنا صراحة في المستوى. نتكلم اللي يزيد بعض المباريات مستوى مباراة أمريكا وإنجلترا. أحرق المنتخب الإنجليزي، أحرقه تماما، أحرقه في المباراة، أثبت ندية. لكن هذه المباراة بالتعادل هذه يخدم منتخب إيران. يعني منتخب إيران قادر يلعب على التعادل إلا في حالة إنه ويلز فاز على منتخب إنجلترا. هذه الحسابات صعبة، وحسابات غير مدروسة في أن يكون يعني المنتخب الإنجليزي يهتزم من منتخب ويلز. طبعا المنتخب الأمريكي لعبه ضروري يلعب على الفوز، ما مش تعادل برا، تعادل مخرج، تعادل يخرجك من البطولة. إذا بتكون الجولة الثالثة ملحمة. وكذلك المنتخب الويلزي معه خيار الفوز. هذه كرة قدم، توقع كل شيء. انتهينا من مباراة المجموعة الثانية. المجموعة الأولى المنتخب القطري، هذا هو المنتخب القطري الذي نعرفه بالفعل، هذا اللي كنا نشتهي منه هذا اللعب يكون في مباراة الإكوادور. لكن صراحة تفاجأنا بالهدف الأول. صراحة خبرة المنتخب السنغالي، من أغلبية اللاعبين المنتخب السنغالي محترفين. كذلك الحكم الذي أحبطهم صراحة. لو كانت حسبت هذه ضربة جزاء صحيحة. شوف كيف دخلت الرجل، هذه ضربة جزاء صحيحة. لو كانت حسبت الشوط الأول ضربة جزاء للمنتخب القطري صراحة كانت بتغير موازين المباراة. كانوا بيخرجوا 1-1 بيلعبوا، حتى لو سجلوا الثاني أو كان في معهم أمل كانوا بيدخلوا خطة بعزيمة ثانية في الشوط الثاني. لاحظوا تمام. إذن الحكم ظلمهم، حلبط معنوياتهم. اللي حلبطهم زيادة الهدف الثاني السريع من الركنية. أيضا جابوا الهدف، ضغطوا ولعبوا المنتخب القطري صراحة. فقلنا كنا نشتي هذا اللعب اللي نعرفه المنتخب بطل آسيا. لكن لاحظ الهدف الثالث، وصلت هذه الكرة في الوسط، تمريرة في اليمين، بعد ذلك محاولة أيضا، فرصة العرضية تأتي خطيرة. خروجه غير موفق. لاحظوا كيف كان الغلطات يخرجوا، وهذه الغلطات شوف خروجه كان غلط الحارس القطري.
وغلطة بوعليمة وغلطات كثيرة يعني. طبعا المباراة الثانية أو الرابعة واللي تحسب على ضمن المجموعة الأولى الإكوادور حرام يخرج في هذه المباراة بتعادل. المنتخب الهندي معه الهدف الأول واللعب كان كله مسيطر عليه. المنتخب الإكوادوري أثبت إنه ورقة صعبة في المجموعة. المنتخب الإكوادوري أثبت إنه ورقة صعب في المجموعة رغم إنه لغى عليه هدف في الشوط الأول. لاحظ الهدف هذا المنتخب الإكوادوري، هدف جميل، واعتبر الآن الهداف فالنسيا يعتبر الهداف حقهم الآن. هذا لاعب خطير صراحة، يعني أثبت ورقة قوية. إذا قلنا في المجموعة الأولى يعتبر مجموعة قطر. المجموعة الأولى بتكون الجولة الثالثة باستثناء قطر قدم يعني ودع البطولة. المنتخب القطري ودع البطولة، لكن بتكون الصراع القوي بين الإكوادور والسنغال. الإكوادور يقدر يلعب على التعادل، لكن خيار السنغال الفوز، بتكون مباراة قوية. أما هولندا بتوقع أنها بتفوز على قطر أو ربما تفعلها مفاجأة، قطر تخدم السنغال بتعادل وكذلك بتأهل لو قطر تعادلت. إذا هنا هذه التوقعات وتحليل لمباراة اليوم. نذهب الآن إلى توقعات الأستاذ أحمد الطعان وزملائه حول المباريات الأربع التي جرت اليوم، وخلونا نروح معه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن المباريات وكأس العالم المرحلة الثانية التي جمعت المنتخب السنغال والمنتخب القطري. المنتخب القطري أول من بدأ المشوار وأول من بدأ بالخروج، أول من غادر هذه البطولة بخيبة آمال الجماهير اللي كانت تنتظر منه مستوى، ولكن لا مستوى ولا أداء، متفكك الصفوف، أخطاء دفاعية، لاعبين أثبتوا على أنهم غير قادرين على مثل هذه البطولة الكبيرة، لولا على أنها الدولة المستضيفة، ولا أعتقد على أنها ولم تصل لا هذه المرحلة ولا المرحلة القادمة. مستواها متواضع جدا، مستواها يعني لا يمكن أن يتعدى حتى كأس آسيا، لا يمكن أن لا هذا المستوى، لأن أغلب لاعبيه مجنسين، فلم يكن قادر على مجاراة المنتخب السنغالي ذات السرعة ذات الانطلاق. استفاد من أخطائه السابقة المنتخب السنغالي وأسسها في اليوم، فنتيجة كانت مستحقة للمنتخب السنغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقنا اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر بلقاء أولي جمع المنتخب الإيراني ومنتخب ويلز. مباراة كانت أظهرت قوة المنتخب الإيراني الحقيقية التي كان يجب أن يكون فيها في اللقاء الأول. سيطرة متكاملة، استطاع أن يشن هجماتها عبر الأطراف، أن يمتلك خط الوسط، أثبت أن لديه هوية فعلا. المنتخب الإيراني في لقاء اليوم أثبت هويته بعكس اللقاء السابق الذي كان متخوفا، كان شارد البال، كان شارد حتى المدرب في المباراة السابقة لم يكن في يومه، لكن لقاء اليوم أثبت المدرب على أنه جدير بقيادة المنتخب الإيراني، استطاع على أنه يعود للمنافسة مرة ثانية في المباراة القادمة التي إذا استطاع أن يفوز احتمال كبير أنه يوصل إلى الدور الثاني. تهانينا للمنتخب الإيراني على الأداء المتميز الذي ظهر به في هذا اللقاء. كما شاهدنا تحليل الأستاذ أحمد وزملائه وتحليل بعض الرياضيين حول الأربع مباريات التي أجريت، ونذكر لكم أن عدد الأهداف بلغت لحد الآن 47 هدف. لكن أقول لكم فضلا ليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من قناتي، ولا تنسوا أن تفعلوا التعليق في هذا المنشور والإعجاب، وأن تنشروا هذا المقطع الفيديو في الروابط الواتس أو الفيسبوك لكي يشاهدوا كثيرا من الرياضيين ويفعلوا التعليقات.
تصبحون على خير، وشكرا على متابعتكم معنا.